السلام عليكم. هو الاهلي فيه ايه؟ تملي صن داونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني، تملي مجموعات الاهلي بتبقى نار، تملي بتبقى كده. ما وراناش احنا غيرك يا عم صن داونز؟ مفيش مره تيجي كده في مجموعه الزمالك ولا في اي مجموعه تاني بعيد عننا. لازم كده نقابلك، لازم نقابل الهلال السوداني، لازم نقابل القطن الكاميروني اللي عذبنا في الكونفدراليه وكسبنا بالعافيه. والموسم ده عنده تدعيمات ومدرب ايه. مجموعه الاهلي تقيله وصعبه جدا. نيجي بقى للزملكاويه بقى. مش انت بتقول الترجي خدك رايح جاي وكنت مقهور؟ اهو جالك لحد عندك يا عم. ورينا هتعمل ايه بقى. اكسبوا حتى ماتش واحد، نفسي اشوفك كسبان ماتش. ده جماهير الترجي بتحتفل ان الزمالك وقعت في مجموعتها عشان عبد الله جمعه يقعد يقول اضرب يا بدري. اهو جالك البدري لحد عندك. وياخدك كالعاده رايح جاي. ورينا هتعمل ايه يا عم عبد الله يا جمعه اللي قاعد دكه وبقلشت من كتر القعده، بقيت عامل زي سيد معوض من ورا. على الاقل انا عقدتي سان داونز وخسرت منه رايح جاي وبرضه وصلت النهائي. الدور اللي بقى عليك بقى، الراجل اللي ماسك السهم دوت زهق، السهم صدى من كتر ما هو قاعد ماسك السهم بقاله سنين يا عيني مش عارف يحقق بطوله. الهستيري بيقول من وانا عندي 10 سنين بقول السته يا الزمالك. انا هقول التاسعه بعد كده، التاسعه ناقص ثلاثه. مش هقول رقم ستة تاني عشان رقم ستة بيعقدنا. مش عايزين نقول السته يا الزمالك، هنقول التاسعه فاضل عليها ثلاثه. اكون انا رحت القبر. دمتم مضحوكة حتى من جماهيركم والله العظيم. هنا سأسقط قليلا احتراما وتقديرا للصبر الكبير على الراجل اللي قاعد ماسك السهم بقاله سنين ده يا عيني. ربنا يستر عليه. السهم صدى. روحوا هاتوا زيت، هاتوا سمنه، هاتوا سكر. بيعوا في النادي فراخ، اعملوا عربات كده قدام النادي بيعوا فيها فراخ ولا حاجه عشان تسدوا ديونكم والبلاوي السودا اللي عليكم. مش لاقيين غير كهربا الغلبان تتشطروا عليه يا عم مرتضى. تشطر على ممدوح عباس اللي مداين النادي ومداينكم ومبهدلكم ومطلع عينيكم ما تقدروش تقولوا تلت التلاته كام. انتوا نادي فقير فنيا واداريا وكل حاجه، وتيجي تقول انا امير افضل مدير كوره في مصر، امير مش عارف افضل ايه. يا راجل شوف لك اي نصيبه روح نام فيها. احنا عندنا الحراق سيد بيه باشا فندي عبد الحفيظ.